بسم الله بديت وعلى النبي صليت وليكم يا حبابي بحكاية من حكايات التراث الجزائري كما العادة. راني وليت حكايتنا اليوم بعنوان عويشة. يحكوا بكري على بنية يسموها عويشة، كانت مسكينة يتيمة الأم، ويقولوا اللي يموت بوه يتوسد الركبة واللي تموت أمه يتوسد العتبة. والراجل كما تعرفوا ما يصبر على حنانة المرأة، غايب شوية وجاب خليفتها. وتربات هذيك البنية مسكينة عند مرت بوها اللي كانت أرملة ثانية، وكان عندها بنية يسموها فاطمة. هذيك المرأة كانت قاسية على عويشة بزاف، تنوضها بالعصا وترقدها بالعصا، ودموعها ديما على خدها. والأب هذاك كان كيما الخيال في الدار، ما كلتو توصلوا ويروح يرقد ويصبح على الخدمة، مش يسايل كاع على شي يصرى في بنته. وعويشة مسكينة صابرة على ذل مرت بويها، وكما يقولوا طمع ولد آدم ما لي حد غير القبر وما يملى عينه غير التراب. أي واحد النهار هذيك المرة راحت تشكي لجارتها على عويشة، وقالت لها هذيك عويشة راني كارهتها، راهي كي الشوكة في قرجومتي مانيش كاع حاملتها. وجارتها خرجت مسمومة أكثر منها، وكما يقولوا ما يتصاحبوا حتى يتشابهوا. هي قالت لها دوك انا نوريك كيفاش تتهني منها. قالت لها رسليها البير الغابة نجيب منه الماء، راهم قالوا ساكنة قدامه غولة، اللي يقرب من ثم ما يرجع غير هو وعظم. ومن غدوة ما صدقت هذيك المرأة يصبح الصباح غير كيما نقولوا طلع الفجر، وتنوض عويشة ترسلها تجيب الماء من البير. مسكينة عويشة سلمت أمرها لربي، وكلت أمرها ورايحة للبير وهي خايفة. تتمشى مسكينة تمد في الخطاوي والخلعة في قلبها من الغابة وظلامها، حتى تلاقت بواحد العزوجة في الطريق سقساتها على البير إذا تعرف طريقه تنعتها لها. هذيك الحزوجة قعدت مخلوعة فيها، قلت لها كيفاش راكي رايحة للموت بكرعيك؟ قلت لها هذاك البير هاشا فيه وهاشا فيه. عويشة خافت أكثر من اللي كانت، وقلت لها واش ندير انا يا الا رحت راه غادي تاكلني غوله، وإلا توخرت راه كاينه غوله واحده اخرى تستناني في الدار ما عندي ما ندير. صبرتها هذيك العزوجه ووصاتها، قالت لها لو كانت تلاقي مع الغوله تعاملي معاها زين، وبالك ان شاء الله باذن الله ربي يسهلها لك ويحط لك ان شاء الله في طريقك المسببات. المهم مشات مسكينه حتى وصلت للبير، وغير شمت ريحتها الغوله خرجت تجري ليها. قلت لها انتي منين وش جابك ليا؟ عويشة مسكينة شدت في الوصاية وجاوبتها يا عمتي الغولة عطشنا وجيت نسقي في الماء ونروح لأهلي. شرطت فيها الغولة ما تعمر لها الماء حتى تفلي لها شعرها، الغولة مقملة كما قالوا الكل الغالب بغليب، هي بطيبتها بالك تغلب ان شاء الله. اي المهم قعدت مسكينة تفلي لها في شعرها وتجبد لها في القمل من شعرها، فلات لها كل شيء، يعني فرحتها. هي منها كي كملت لها قالت لها زيدي نقي لي الحوش. هي كي كملت ثاني قالت لها زيدي طيبي لي الماكله لولادي وكليهم. شكيتهم مازالوا الغولات اللي دركا في بعض النساء اذا رحتي ليها ما تسلكي حتى عند الباب، وهي خارجه تقولك جيبي وهاتي وجيبي هاتي. المهم هي قعدت تتسايس فيها واش تطلب منها الدير. من بعد قالت لها نوضي عمري الماء من البير، والغوله وقفت على راسها وقالت لها عمري الماء يا عويشه، عمري الماء. ومن بعد بدات تهضر مع البير وتقول له عمر الماء العويشه يا البير، وعمرها لها من الذهب الكبير وزيد كسيها فضه وحرير. وكي كملت بقات هذيك الغوله بقاتها على خير، ورجعت فرحانه مسكينه بما عطاها البير. وهي قاعده تمشي وتشوف في مرت بويها تشهك فيها هي وبنتها، وقاعدين مخلوعين من الخير اللي جا مع عويشه. قلت لها منين جبتي كاع هذا الصوالح؟ قلت لها جبتهم من عمتي الغوله. زادت هذيك قبضتها القنطة أكثر وأكثر، قالت بعثتها للموت ومن بعدها ولت لي ورجعت لي مكسية ذهب. ومن غدوة الفجر بدات تنوض في بنتها فطومة، قالت لها روحي انتي ثاني قفزي روحي جيبي الذهب والحرير كيما عاويشة. والمهم يقول لك اللي مربي على شيء يشيب عليه. الطفلة هذيك تربت على لسان الشين، وكانت رخفت لها امها لا ترفد لا تحط ما دير والو. راحت هذيك فطومه للبير، خرجت لها الغوله قالت لها واش جابك لعندي؟ قالت لها جيت نعمر الماء من البير. وشرطت فيها باللي تفلي لها شعرها هذيك الغوله كيما دارت العويشه وتنقي لها الحوش تكل لها الصغار، يعني نفس الشيء. دخلت فطومه لذاك الحوش ما عرفت منين تبداه، والصغار هذوك ما عرفتش كحش دير لهم. خرجت الغوله طلت على شعرها ثاني لقاتها مقمل ومقمل، ما كاش قمله اللي قلعتها لها منها. عايرتها الغوله وقعدت تشوف في الحوش وقعدت تقول يا ربي شو هذه الشيره، هذه ما راهيش كيما عويشه. ايوا شدت فطومه وحطتها عند راس البير وقالت له يا البير يا البير عمر الفطوم عمرها وسخ وحموم. وخيتك فطومه من بكري كيما يقولوا الزين يطلع عليها والخيرات. زادت كملت عليها الغوله. رجعت هذيك فطومه لامها في حاله،
كما قال لك تحسب 100 خرج من القبر، غير شافتها بذاك الوسق حاشاكم وحاشا قدركم، والفاعي والعقارب محزمتها، قعدت غير مخلوعه. ايا ومن بعد بغات تحاول تسلكها من دوك الافاعي والعقارب، وتلدغها وحده منهم، ماتت تمها، وفطوم هربت من المدينه. وضحكوا عليها العباد كاع اللي كانوا يسكنوا فما واستشفوا فيها، وبقات عايشوش مع بويها، عايشه في عز وخير وفرح. ونخليكم ان شاء الله، ونطلب ربي ان شاء الله ثاني نتوما يزوركم الفرح والخير. وهذه هي كما يقولوا حنا، هذه حكايه رواوها لنا الجدود، عاودنا رويناها لكم، ما سمعنا عنها ما شفنا عنها، اساطير هذا مكان. ونتلاقوا ان شاء الله في حكايه من حكايات اخرى من التراث الجزائري اللي يحكاه لنا جدودنا. واذا حبيتوا قصص اكثر واكثر، تابعوني على قناتي في اليوتيوب، حكايات من التراث الجزائري.